السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا في يوميات رؤية ويحيى. لو عجبكم المحتوى بتاعي من فضلكم تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم وتعملوا لي لايك على الفيديوهات. النهارده هنوزن مع بعض الفراخ ونشوف اليوم السابع بتاعنا ماشي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده اليوم السابع للفراخ، هنوزن مع بعض نشوف الأوزان أخبارها ايه. احنا كده بقالنا 7 ايام، لان احنا بنحسب من تاني يوم، يعني انا استلمت الاربع بنبتدي نحسب من الخميس. نقلتهم طبعا في مكانهم الجديد اهو، الثبت اللي احنا اتفقنا عليه ده بفرش تحتيه بس شكارة طبعا بقى، ولا نشارة ولا اي حاجة، ده بيبقى احسن ليهم، بيتحركوا فيه براحتهم، بيبقى عالي شوية عن الارض برضو. والمرة دي حطيته تحت الشباك، كانوا في فترة التحضير كانوا هما في ناحية والشباك في ناحية، حطيتهم تحت الشباك. طبعا النهارده الجو كان حر جدا جدا، هبتدي احط لهم على الميه محلول جفاف. محلول جفاف هيعوض معاهم السوائل وهيبقى كويس قوي ليهم، هيديهم المعدن اللي فقدوها في موجة الحر دي. هحط النهارده ان شاء الله، وربنا ييسر ان شاء الله الجو بكره يكون احسن من النهارده. ولو الحر استمر برضو نخلينا برضو على محلول الجفاف. يا اما زي ما اتفقنا بقى شويه ليمون فيتامين سي، شويه كركديه، الحاجات دي كلها بتعوض معاهم. اهم حاجة ركزوا مع الفراخ في الحر، وبالذات لو الاوزان عالية، يعني لو العمر كبير والاوزان عالية بقى بعد ال20 يوم 25 يوم، ركزوا معاهم قوي لان الحر بيأثر عليهم جامد. هنشوف اول ميزان معانا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. 175، 170. متقلقيش طالما الاوزان قريبة من بعض، ما نقلقش خالص. نقلق بقى لما يبقى فيه تفاوت في الأوزان. 165 برضو كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حاسة ده برضو ما شاء الله، الله أكبر. 180 تقريبا. تعالى رايح فين؟ رايح فين؟ 160 برضو حلو في المعقول. نشوف آخر واحد. انت صغنن شوية بس حلوين الحمد لله، اللهم بارك. لما نيجي ننقل بقى هنوزن هنعمل اي حاجة، بلاش خالص في فترة الحر، خالص في فترة الحر بلاش، لان الفرخ اصلا بيبقى مفرهد، واي حركة لما انت مثلا هتجري وراهم هتمسكي فيهم هتعملي الحركة هتزيد معاهم والحر هيزيد عليهم، فبلاش خالص في فترة الحر. هتنقلي زي دلوقتي كده، انا الساعة 11 ولا 12 بالليل، ابتدي انقلي بعد ما الفرخ جسمه يهدى. انت حتى هتلاقي الفرخ جسمه سخن مش قادر ان هو يتحرك. أنا النهارده طول النهار كانوا نايمين وفاتحين بقهم كده مساويين جسمهم كله بالارض يا عيني، فرفعتهم النهارده شويه عن الارض اهي. السبت ده زي ما انتم شايفين كده اللي هو برجلين ده، رفعتهم شويه عن الارض. وان شاء الله هبتدي احط لهم محلول جفاف زي ما اتفقنا، وهحط لهم برضو الخلطه بقى نحط بالليل، اي خلطات نحط بالليل، بلاش خلطات خالص في فتره الحر، بلاش خلطات خالص في فتره الحر. والاوزان احنا كده وزننا اهو على اسبوع، ان شاء الله نوزن على 15 يوم، نوزن على 15 يوم ونشوف النتيجه مع بعض ان شاء الله. هنا اهو حضرت العلف بتاعهم، حطيت شويه بصلايه صغيره قطعتها، مقطعه قطع صغيره، بحط عليهم شويه الثوم بس، لا اكتر ولا اقل من كده. يفضل الخلطه دي تبقى بالليل،
بالليل يا جماعة بلاش بالنهار في الحر اللي احنا فيه ده. هقلبها واحطها لهم. ركبت هنا العلافة اهو، العلافة الطويلة دي بتبقى برضو كويسة عشانها. هنا سلك ده اسمه سلك التحضير، انا بكمل بيه يعني لحد هما تحسوهم في الاول ايه، طبعا عشان كانوا على الارض تحسوهم في الاول ايه مستغربين مش عارفين يقفوا شويه وبياخدوا عليه متقلقوش، لان السلك ده السلك الضيق بتاع التحضير مش السلك الكبير، اسمه سلك تحضير كده بيتباع عند الناس العيادات البيطريه والناس اللي بتبيع حاجه الفراخ. ده بيقفوا عليه شويه وتلاقوهم ياخدوا هما، بس ايه مستغربين يعني انا مرضتش احط فيهم من اول يوم، شويه وبياخدوا عليه هتلاقيهم بيمشوا بقى وبقوا عادي. العلافه كده هحط فيها واجرب كده هييجوا عليها ولا لا. طبعا الفتحات دي ضيقه، فلما بيكبروا شويه ما بينفعش معاهم العلافه دي، ببتدي ادخل لهم بقى الاكل جوه، يا اما بنزلهم تاني على الارض على حسب الجو بقى. احنا بنمشي مع الفرخ يوم بيوم على حسب بقى هو طاقته ايه، نظامه ايه، الجو حوالينا عامل ايه، وبنشوف. والله انا خلاص شلت اللمبه الصفراء، بقيت بحط اللمبه البيضاء. اهو كيس محلول الجفاف ده. طبعا انا بحضن بيه اول اسبوع، اول 3 ايام، اول اسبوع على حسب بقى هما والجو. اهم زي ما احنا قلنا هما والجو. النهارده طبعا الجو حر جدا جدا جدا، احنا كبني ادمين مكناش مستحملينه. فاهي الطواجن بتاعتهم ببتدي احط هنا نصه وهنا نصه، ومحضره لهم برضو كيس تاني، قلت عشان لو الحر استمر معانا برضو ايه بكره اكمل لهم بيه. او فيتامين سي بقى، فيتامين سي بقى بشري، فيتامين سي ليمون، فيتامين سي اللي موجود عندك. في الاقراص الفواره برضو بتاعت فيتامين سي دي حلوه قوي، لو موجوده عندك تمام، مش موجوده عصرة ليمون على شويه نعناع مغلي، شويه عناب كركديه اغليهم وحطهم من غير سكر خالص من بالليل كده، واصبحي الصبح حطه لهم. الحاجات دي كلها بتعوض معاهم في الحر. بحط لهم الميه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهو حطيت الطواجن جوه. طب هنا بص انا حطيت لهم الميه جوه اهو، زي ما اتفقنا الميه حطيت عليها محلول الجفاف. بس العلافه دي بقى هنشوف، والله عرفوا ياكلوا منها تمام، معرفوش يعني انا بعد ما اقفل معاكم التصوير هشوف والله قبلوا عليها وابتدوا ياكلوا منها وكده تمام، ما قبلوش ومعرفوش ياكلوا منها عشان برضو احنا لسه اول مره. معرفوش هحط لهم بقى الاكل الاكل جوه في الاطباق بتاعتهم زي ما هي. فهنشوف ربنا ييسر الحال يعني. والله انا هسيبها قدامهم، عرفوا ياكلوا منها تمام، معرفوش يبقى خلاص نرجع بقى زي ما كنا ونستنى عليهم لما يكبروا شويه. المشكله لما بيكبروا راسهم مش بتعرف تطلع من الفتحات دي، فاهميني؟ والعلافه دي ما ينفعش تخش لهم جوه عشان هي طبعا طويله بطول السبت، فمش هينفع ان هي تخش جوه. فهم بقى ونصيبهم ان شاء الله. يعني انا برضه حطيت فيها البصل وحطيت فيها الخلطه بالعلف بتاعهم بكله، وهشوف عرفوا ياكلوا منها هسيبهم، معرفوش انا هنقلها ان شاء الله. اشوفكم بكره على خير بامر الله.